برافو منك، ساعات بتاخدي قرارات صح. هاي يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ حاولت ما اطولش عليكم قوي، يعني المره دي غبت 3 أو 4 شهور بس. في ازاز كتير قوي قدامي وانا بتكلم على استحياء، لان اي حد من الجيران دي اكيد بيبصلي دلوقتي. I don't care. انا حاليا في امستردام هولندا، وقلت ان انا حابه اخدكم معايا كالعاده في يومي. انا وصلت امبارح بعد الظهر وما كنتش نايمه الصراحه وكده، فنزلت اتمشيت، عملت حاجات بدائيه جدا، جبت اكل ورجعت نمت بدري. فالنهارده هو اليوم الاوفيشال. انا قاعده 4 أو 5 ايام وبعد كده هروح على مدينه تانية. guess in the comments المدينه التانية اللي هروحها ايه. انا جيت امستردام قبل كده السنه اللي فاتت، بس من كتر ما هي مدينه انا بحبها قوي وحسيت فيها بان انا كده ايه، مش بالطريقه اللي انتوا فاكرينها. حسيت فيها ان انا بطريقه ثانيه، الطريقه اللي هو ماشيه كده مبسوطه، عينيا مبسوطه، مناظر حلوه، جو بالنسبه لي حلو مع ان هو ساقعه. انا بحب الجو الساقعه. ده وجعتني، ممكن اسندكم هنا شويه. وفي حاجات رحتها قبل كده عايزه اروحها تاني النهارده، منها الموزيوم اوف مودرن ارت موكو. دلوقتي الساعه 10 وانا عندي حاجزه التيكت بتاعه موكو الساعه 11، فانا دلوقتي محتاجه انزل افطر واشرب قهوه، اتمشى شويه، اتمشى المكان اللي هفطر فيه، وبعد كده هنروح على موكو. وبعد موكو حاجزه على طول لان هما جنب بعض الفان جوخ ميوزيوم. احنا في شهر ايه، سبتمبر. تيب مهمة جدا لو انتوا في يوروب عامة او في يو كي، اشتروا البتاع ده عبارة عن كفر للموبايل كده، بيتربط على رقبتكم عشان طبعا انتوا عارفين هنا بيحبوا شدوا الموبايل من ايديكوا قوي. مش هنا في امستردام الصراحة، يعني امستردام مفيهاش الكلام ده، بس لندن كده وفي بلاد كتيرة قوي كده. دي النتيجة النهائية. تجيبوه من امازون او شي ان، يبقى شكله كده. هو شكله مش احلى حاجه كده، بس عايزين يبقى شكلكم حلو موبايلكم مش معاكم، ولا شكلكم وحش موبايلكم معاكم، مش مشكله. المكان ده شكله حلو قوي. هو مش ده اللي انا كنت عايزه افطر فيه، بس ممكن ابقى اعدي عليه. ولا اجيب دلوقتي؟ لا مش هجيب دلوقتي، محتاجين نفطر فطار فيه بروتين الاول. احب اقول ان الجو النهارده حلو قوي 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 قوي. هو المفروض درجه الحراره 15، مش حاسه انها 15. جايز يكون عشان انا لابسه 3 حاجات فوق بعض عشان كده مش حاسه بالساعه، جايز. بس غير كده برضو الجو حلو، فبرافو عليا ان انا ما لبستش جاكيت. برافو يا منى، ساعات بتاخدي قرارات صح. A few moments later. انا اتحريت وما كانش قرار كويس ان انا البس ثيرمال تحت البلوفر ده. نستحمل. خلصت اكل كان حلو. دلوقتي قدامي 10 minutes اروح فيها موكو. I love امستردام. هي بس اهم حاجه انتوا ماشيين خلوا بالكم من العجل، احترموا البايك لينز، غير كده كل حاجه هتبقى تمام. وصلنا ميوزيوم بلاين، المكان اللي فيه المتاحف. ده فان جوخ ميوزيوم هنا، وده موكو ميوزيوم هناك. اللي انا هروح دلوقتي في كونستراكشن كتير قوي المره دي، غير مبرر، او يعني هو اكيد مبرر بس بالنسبه لي غير مبرر. معادي 11 ف just on time.
الجيفت شوب. انا عندي دي على التلاجة بتاعتي. اوكي خلصنا، جبت توت باج. بس انا دلوقتي محتاجة اجري على الفان جوخ ميوزيوم لان انا متأخرة على ميعادي بربع ساعة. المفروض اني حاجزة 12:45 لاني ما لقيتش غير الميعاد ده. ان شاء الله ما يبقاش فيه اي مشاكل. جماعة جاية ابص في التيكت وانا واقفة في اللاين، لقيت ان التيكت 12:45، دلوقتي الساعة 12. فسألته قالوا لي لا استني ما ينفعش تدخلي دلوقتي. انا كنت فاكرة اني متأخرة. لو كده كنت زماني قعدت شوية في موكو، يعني بجد انا قعدت اكروت واستعجل نفسي وكده عشان متأخرش. ما شاء الله عليا اذكى اخواتي. ده المنظر اللي انا ببص عليه دلوقتي، فيعني ما عنديش اي مشكلة اقعد شوية هنا. مهم بقى يا جماعة ان انا الصراحة كنت محتاجة الاجازة دي جدا عشان انا الشغل كان كتير الفترة اللي فاتت، فكان نفسي كده اقعد اشوف مناظر خضراء، اشرب قهوة، اقرا كتاب، اشتري كتب، ادخل متاحف، ابص على ارت وفن وحاجات شكلها حلو واجات انسبايرد، والدنيا تبقى بتمطر. هي دلوقتي مش بتمطر، يعني بتبقى بتمطر بس الجو ساقع، وفي نفس الوقت ساقع والشمس تطلع في اوقات وتمطر في اوقات تانية انا مبقاش بتمشى فيها عشان انا مش جايبه شمسيه، واعمل شوبينج خفيف وادخل جيفت شوبس واجيب سوفونيرز. هي دي الحياه. هي دي الاجازه اللي انا كنت عايزاها. فانا مبسوطه انا دلوقتي وانا كده ايه ما بعملش حاجه كده، انا مبسوطه وعمال اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس فنحمد ربنا على النعم اللي احنا فيها بجد. طبعا يعني وانا بتمشى هنا في الحديقه شميت روايح غريبه جدا. الراجل اللي هناك ده هو سببها. شايفين عمو اللي نايم هناك ده بيعمل حاجات مش تمام. تحسوني واحده عندها 5 سنين بتتكلم. الحاجات اللي مش تمام دي كان ليها ريحه وانا كنت ماشيه شماها كده كده، يعني في الشارع كلها ليها الريحه دي. بس بشارككم معايا في اللحظات الطفوليه. ملناش دعوه بالناس اللي بتعمل حاجات كده. احنا لينا دعوه هوب بالميوزيومز وريحه المطر والزرع والنجيله. لا مش الزرع، يعني الزرع والنجيله ده قصدي، الزرع والنجيله ده مش الزرع والنجيله التاني. ها about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. الصراحة 10/10 سينامون رول فلات وايت. تعبت من كتر التمشية. اوكي انا كنت عايزة اجي المكتبة دي، اسمها شالتما. عندها كتب انجليش فرنش داتش ولغات مختلفة. مكتبة 5 أدوار. بتشد الحاجات تافهه جدا بجد. نقطه ضعفي التوت باجز، بس دي حلوه قوي. بصوا الهاندل بتاعتها. مش فاهمه احنا ليه بنبيع مخلل جوه المكتبه، بس اكيد في حاجه مكتوبه انا مش فاهماها. جماعه لا بجد انا ممكن اقعد هنا اسبوع مثلا، يعني في وسط الكتب والستيشنري والنوت بوكس. انا كنت فاكره ان ووتر ستونز في مكتبه اسمها ووتر ستونز، كنت فاكراها ان هي احلى حاجه في الدنيا لحد ما دخلت دي دلوقتي. adult coloring books. انا بجد عندي بتاع 12 كتاب كنت جايباهم من شي ان.
بس الكواليتي بتاعتهم مش كده خالص. انا دلوقتي شبطانه في دي. انا دلوقتي هروح الدور الثالث لاني سالت وقالوا لي فرنش بس هنا. اوكي انا رجعت اتعلم فرنش تاني، فعايزه اجيب كتب فرنش الفتره دي. جبت حاجات من البوك شوب بتاع ميوزيوم اوف فان جوخ، بس حاسه بقى اني عايزه اجيب كتب فيكشن او قصص او كده. فده السبب الرئيسي انا كنت جايه المكتبه دي. بس طبعا في حاجات تانية شدتني اكتر. المفروض الدور اللي انا فيه ده اهو كله حاجات فرنش. هكمل معاكم لما اخرج لاني كالعاده مطوله هنا شويه. خلصت المكتبة وكان قدامها محلي المفضل يونيكلو. مساء الخير. عدى بضع ساعات من ساعة ما كلمتكم. رجعت الاوتيل، حطيت حاجتي كتب وكده اللي جبتها، ودلوقتي همشي للسوبر ماركت نتمشى شوية ونجيب اكل، عشان طبعا الجروسري شوبينج في اي بلد من الهوايات المفضلة عندي. ماشي يا جماعة، الساعة دلوقتي 8:30، فانا هروح الاوتيل اكل وشاور وانام. مش متأكدة الصراحة انا هكمل اليوم بكرة في نفس الفيديو ده ولا في فيديو تاني. هنقفل الفلوج هنا. Thanks for watching. اشوفكم الفيديو الجاي.